تبدأ الحلقة في زاوية ضيقة من ردهة منزل أم محمد، حيث يسود صمت تقطعه خشخشة قلم الشرطي على أوراقه الرسمية. يقف الشرطي بملامحه الجامدة التي لا تقرأ، يسأل حمدية عن ماضيها المهني: من هي العائلة التي آوتك قبل مجيئك هنا؟ ارتبكت حمدية وشعرت بجدران المكان تضيق عليها، فهربت بذاكرتها إلى الاسم الذي يطارد كوابيسها وقالت: سعدي رضا. لم يكتف الشرطي، بل حاصرها بسؤال عن الاسم الثلاثي، فادعت الجهل باسم الجد. وحين سألها عن هويتها هي، تذكرت قناعها الجديد وقالت: حمامة حاتم مسعود. لكن الذعر بلغ ذروته حين سألها عن زوجها، فخانها لسانها ونطقت ثانية: سعدي رضا. هنا توقف قلم الشرطي ورفع بصره نحوها بحدة كأنها نصل سكين. ألم تقولي قبل قليل إن هذا هو اسم رب العمل؟ تجمدت الدماء في عروقها وحاولت جاهدة لملمة شتات كذبتها: عذرا يا سيدي، عقلي مشتت، اسم زوجي هو عباس فاضل. غادر الشرطي ليسلم تقريره لأبو محمد، بينما انزوت حمدية خلف الباب ترفع كفيها للسماء في دعاء صامت: يا رب استر عورتي وآمن روعتي، فليس لي سواك في هذه الغربة. ننتقل إلى بيت فريدة، حيث يملأ التوتر أركان الغرفة. دخل الخال يجر خلفه أطماعه المعتادة، وبنبرة تحاول استدرار العطف طلب من فريدة مبلغا ماليا جديدا. وحين استفسرت عن الوجهة، ادعى بغرور زائف أنه سيستثمره مع صديق له في مشروع يغير مجرى حياتهما. ردت فريدة ببرود يغلي تحت سطحه البركان: لن أعطيك شيئا، اذهب وابحث عن مالك الخاص. ثار الخال وصرخ: نحن واحد ومالي ومالك سيا. صرخت فريدة في وجهه بمرارة امرأة قتلت الأيام كبرياءها: لسنا واحدا يا فاضل، أنا من يجثو على ركبتيه في بيوت الغرباء لأجمع هذا المال، ولن أسمح لك بتبديده في أوهام ومشاريع لا وجود لها إلا في خيالك. خرج الخال وهو يزمجر بالوعيد، تاركا إياها في دوامة من القهر. لم يمضي وقت طويل حتى عادت فريدة إلى منزلها لتجد ما لم يخطر ببالها. وجدت زوجها فاضل يتسلل إلى مخبأ مالها السري ليسرقه للمرة الثانية. وقفت في ذهول تام أمام هذه البجاجة العلنية، وحين واجهته بصنيعه رد عليها بقسوة خالية من أي رجولة: أنا زوجك، ومن واجبك التضحية من أجلي. وحين حاولت منعه دفعها بيديه الغليظتين لتسقط على الأرض. بكت فريدة بصمت مرير، بكت على كرامتها التي داسها أقرب الناس إليها، وعلى سنوات عمرها التي ضاعت هباء مع رجل لا يصون عهدا ولا يحفظ ودا. في منزل أم محمد اجتمعت العائلة حول مائدة الطعام. كانت الأجواء تبدو هادئة ظاهريا، لكن حمدية كانت تشعر أنها غريبة حتى عن نفسها. دخل الأخ الأصغر لأبو محمد، ألقى السلام بوقار، واستأذن والدته للذهاب لزيارة خطيبته. غادر الأخ، وبقي البقية يكملون طعامهم في جو أسري، بينما كانت حمدية تراقب العائلة بعينين حزينتين، تتمنى لو كان لها ركن هادئ في هذا العالم تملكه ولا ينازعها فيه أحد. بينما كانت فريدة غارقة في حزنها، دخل عليها ابنها كريم. حاول الصغير بكلماته العفوية أن يخفف من وطأة الألم على أمه: لماذا تبكين يا أمي؟ هل المال هو السبب؟ وقالت: يا بني، المال يذهب ويعود، لكنني أبكي على سوء حظي وسوء معاملة والدك التي كسرت ظهري. وفي نفس الوقت كان الخال يجلس في مقهى مظلم مع صديقه، وذلك الرجل المستثمر الذي كانت ملامحه تفوح بمكر النصابين، مما يوحي بأن أموال فريدة المسروقة في طريقها إلى الزوال والضياع. عاد الخال إلى البيت وحاول بتمثيلية بائسة أن يعتذر لفريدة، متظاهرا بالندم على دفعه لها وسرقته لمالها. لكن فريدة نظرت إليه بعينين لا بريق فيهما وقالت: أرجوك لا تجبرني على كرهك أكثر. ما تبقى بيننا هو خيط رفيع من العشرة وبقايا حب قديم، فإذا انقطع هذا الخيط فلن تجدني بجانبك أبدا. تركته وخرجت، تاركة إياه وحيدا مع ندمه المتأخر وصراعاته الداخلية.
في بيت أم محمد بدأت الشمس تشرق في حياة حمدية لبرهة. قالت لها أم محمد: جهزي نفسك، سنذهب إلى السوق لنشتري لك ولابنتك شذا ملابس تليق بكما. وبينما كانت حمدية تستعد، قدمت الشاي للأخ الأصغر لأبو رضا ضيف المنزل، فقام بمنحها مبلغا من المال كهدية لرضيعتها. شكرته حمدية والدموع تترقرق في عينيها. وفي السوق كانت أم محمد تعامل حمدية كأنها أختها الحقيقية، تختار لها أجود الأثواب وتشتري للرضيعة ملابس زاهية، مما جعل حمدية تشعر بلذة الأمان المفقود. نعود إلى فريدة وهي تعمل في تنظيف أحد المنازل الكبيرة. طرق الباب رجل بسيط يعمل في تنسيق الأشجار. دخل ليبدأ عمله، لكنه لم يستطع رفع عينيه عن فريدة. كانت نظراته مليئة بالاعتذار الصادق والاحترام، كأنه يرى في تعبها قداسة لا يراها زوجها. فريدة التي جفت روحها من كلمات الغزل بدلته ابتسامة خجولة، وشعرت بأن هناك في هذا العالم من يقدر قيمتها كإنسانة حتى وإن كان عابرا في حياتها. في خطوة غير متوقعة اصطحب الخال كريم وتوجه إلى منزل أبو كريم الأب الأصلي. استقبله الأب ببرود ينم عن انقطاع الروابط. ما الذي أتى بكم الآن؟ بدأ الخال يلومه بقسوة على إهماله لأولاده، ليرد الأب أنه قد طوى هذه الصفحة منذ زمن. أوضح الخال أن المدرسة تطلب وثائق رسمية لا يستطيع استخراجها سوى الأب. هم الأب بالتحرك، لكن زوجته الجديدة ظهرت فجأة من خلف الباب كأنها قدر مشتوم، وقالت بلهجة حادة: ابقى مكانك، لن تذهب معهم. تنتهي الحلقة والجميع في حالة ترقب. أبو كريم واقف مكانه عاجزا تحت نظرات زوجته المتسلطة، والخال وكريم ينظران بذهول لهذا الموقف المهين. يا ترى ما الذي تنوي هذه المرأة أن تفعله؟ هل ستنتقم من الأبناء عبر حرمانهم من أوراقهم الرسمية؟ وهل ستنكشف كذبة حمدية أمام أبو محمد؟ الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا بالاشتراك، فالحكاية لا تزال في بدايتها، والمواجهات القادمة ستغير كل شيء.